السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماهير النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم. معانا النهاردة تصريحات أحمد موسى يهاجم فيها حكم مباراة الزمالك وبروسكي يهاجم فيها الحكم المباراة بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء للنادي بروكسي في المباراة واحتواء نادي الزمالك، ويرفع القضية لاتحاد الكرة ويهاجم بها الحكم واتحاد الكرة ولجنة الحكام كلها عشان تتواطأ وتحتواء نادي الزمالك وصعود أجل مساعدته في الصعود من كأس مصر أمام فريق درجة تانية. واحمد موسى بينفعل على هواء، ده ما بيحصلش اللي مع نادي الزمالك. ده لو كان مع النادي الاهلي كنا زمان دلوقتي شفنا الناس طالعه تهيص على القنوات الفضائيه. النادي الاهلي بيتجاملوه النادي الاهلي بيتجامل تحكيميا، مش في الكلام دون. وكنا شفنا قناه الزمالك طلعت عماله 3 ايام 4 ايام تجيب الصور. حرام عليكم كده، انتوا ايه بتحبوا حقكم وبتحبوا فوق حقكم كمان؟ ده يا جماعه دي فضيحه يا جماعه. وانا من هنا بناشد اتحاد الكره بايقاف لا حكم مباراه الزمالك وبروكسي، وايقافه لحين التحقيق معاه وكشف مؤامرته الحقيقيه على نادي بروكسي، ان فريق مكافح فريق الدرجه الثانيه. الفريق كان بيلعب ند بند وكان حارج نادي الزمالك جمهور لحد الدقيقه 120. حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم. ايه الحكم ده؟ هو عم مستفز طول الماتش وعمال تحسب لهم حاجات غريبه ومش عايز تضرب اللعيبه تزعق وتخانق معاك تقول لهم معلش خلاص دي انذار. وحسام عبد المجيد برضه المفروض يطرد، برضه مش مديله طرد. وايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ ايه الفجر التحكيمي ده؟ ايه ده لو مع الاهلي ده كان زمانكم انتوا عاملين تهيصوا والليله ومش الليله والكلام بتاعكم الغريب ده. ليه يا جماعه بتعملوا كده مع الفرق المكافحه يا جماعه؟ يعني فريق زي ده مكافح المفروض ياخد ضربه جزاء ثالثه ويحسم الماتش 3-1 من الشوط او من الشوط الثاني وينهي الماتش كله. ليه بقى الحكم لا مش عايز يحسب ضربه جزاء؟ عيب، عشان الزمالك يزعل والناس من نحتويه والناس من نعدي الدنيا وما ينفعش وقناه نادي الزمالك والمستشار هيزعل. ويا جماعه في ايه يا جماعه؟ احنا كده مش قادم بكوره خالص يا جماعه قدام طول ما انتوا ماشيين بالتحكيم دون. تحكيم عجيب وعار على الكره المصريه، والكره المصريه مش هتتقدم الا لما التحكيم يبقى فيه عداله. وازاي يا جماعه في كاس مصر واحنا في 2023 ومفيش فار؟ ازاي؟ دي كارثه من كل كارثه بكل المقاييس ان مفيش فار في 2023. حرام عليكم يا جماعه، ليه بتعملوا كده مع الفرق المكافحه الصغيره اللي بتحاول تطلع وتظهر باحسن صوره؟ والصراحه يا جماعه انا مع الفريق ان هو يقدم شكوى في فصل الحكم نهائيا من لجنه التحكيم. ده حكم عار على لجنه التحكيم وعلى اتحاد الكره. وانت فين يا وزير من كل اللي بيحصل دون؟ انت فين؟ المفروض تتدخل دلوقتي. بس كده يا جماعه، وده كان تصريح محمد موسى معانا. واذا عجبكم الفيديو على لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.